السلام عليكم. الشاب الجميل القمر ده اسمه زياد، ساكن في منطقة الدخيلة في العجمي. الشاب ده بيشتغل في كافيه على البحر في شاطئ البتوش. امبارح يوم السبت البحر كان عالي جدا، الموج كان عالي وكانوا حاطين الراية الحمراء. وطبعا كالعادي بتاع المصريين ان في ناس بتستهتر جدا بالحاجات دي وبتستهتر بحياتها، فقاموا نازلين البحر عادي جدا. كان مش هيحصل حاجة، عادي هننزل يعني المية، مش هنخش، مش هنغوط، هنفضل قاعدين على الشط. بس للأسف السحب كان عالي جدا بتاع البحر، فمجموعة الشباب دول اتسحبوا جوه. ابتدوا بقى شوية شباب يخشوا ان هما ينقذوهم، بس للأسف كانوا برضو بيغرقوا معاهم. فزياد الشاب الجميل القمر ده دخل علشان خاطر ينقذهم، وفعلا ربنا قدره ان هو ينقذ الستة بمساعدة شوية شباب معاه شغالين معاه في الكافيه صحابه، وقدر ان هو ينقذهم. الناس طلعت بقى فرحانة ومبسوطة، وكل واحد أهله فرحانين بيه إن هو ربنا طلعه بالسلامة من البحر. ابتدوا بقى مين اللي أنقذكم، فين اللي أنقذكم، يدوروا على زياد. مش لاقيين زياد، زياد اختفى فص ملح وداب. قعدوا يدوروا عليه يمين وشمال مش لاقيينه، لحد لما جم رجال الإنقاذ وقعدوا يدوروا في البحر، وفعلا لقوه، بس لقوه جثة. زياد مات وضحى بحياته علشان خاطر الستة دول يعيشوا. أرجوكم يا جماعة ما تستهتروش بالبحر، البحر ملوش كبير، لأن انتوا ممكن تخسروا حياتكم، وممكن ناس تانية تخسر حياتها في سبيل ان هما ينقذوكوا، زي ما حصل مع زياد بالظبط. زياد شاب جميل جدا وكل الناس بتشهد له بالأخلاق الحلوة، بس ما يتعظمش على اللي خلقه. الناس كلها اللي طلعت من البحر راحت لأهاليها سلمى، زياد راح للي أحن عليه من أي حد. انا عامله الفيديو ده علشان مش عارفه ليه حاسه ان انا قلبي وجعني قوي على الولد ده، مع اني ولا اعرفه ولا شفته قبل كده. احنا يعني هو ساكن معايا في العجمي، في منطقه العجمي يعني، بس انا ما شفتوش قبل كده ولا اعرف عنه حاجه. بس الناس كلها بتتكلم عنه ان هو في منتهى الادب والاخلاق والاحترام. وشفت لايف لابوه قد ايه بيتكلم عليه ان هو شخص محترم جدا، والناس كلها بتحلف بحياته، والناس كلها بتحلف بأخلاقه. مش عارفة، حاسة ان هو قريبي، يعني حاسة ان انا اعرفه من زمان، موجوعة عليه قوي بجد. فربنا يرحمه ويغفر له ويجعله في اعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، ويصبر قلب امه وابوه. ادعوا لامه وابوه، ادعوا لهم ارجوكم ان ربنا يصبر قلوبهم. لان كمان يعني انا شفت باباه وهو بيتكلم، حالته صعبة قوي، خصوصًا وهو بيقول إن الولاد كلّهم طلعوا أهاليهم فرحانين بيهم، وما حدش سأل عن زياد إلا بعد فترة. يعني زياد كان بيغرق وكل واحد ملهي في ولاده إن هُم طلعوا له الحمد لله بخير من البحر، وما حدش سأل في زياد غير بعد فترة، وبعد كده اكتشفوا إن هو غرق، يعني كان ممكن حد ينقذه. بس نرجع ونقول ده قدر ربنا، يعني هو ربنا رايد له الموتة دي، لإن ربنا بيحبه أكيد، وربنا رايد له إن هو يموت شهيد. ف مش عارفة ليه واجع لي قلبي أوي الولد ده. فادعوا له بالرحمة، ادعوا له كتير بالرحمة وبالمغفرة، وإنه ربنا يجعله في أعلى درجات الجنة. السلام عليكم.